السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اول مرة على قناتي هتكلم في مواضيع هي ترند دلوقتي على السوشيال ميديا. انا ما اتكلمتش في مواضيع قبل كده، الا الموضوع ده استفزني جدا. اللي هي اشاعة الفاحشة في المؤمنين. وطبعا احنا عارفين ان ربنا وعد اللي بيشيع الفاحشة في المؤمنين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فبالنسبة للأخت الدكتورة اللي طلعت تتكلم على إن المجتمع فيه وفيه وفيه، طب أنتي موجودة في المجتمع ده جديد؟ كل المجتمعات من قديم الأزل فيها اللي أنت بتتكلمي عليه، لكن بالصورة اللي أنت بتتكلمي فيها دي، اللي بتتكلمي بيها دي فيها إشاعة فاحشة. لأن كل مجتمع فيه كده، أنت مش اتفاجئتي. فكونك تشككي كل زوج وتقولي له روح اعمل تحاليل لولادك، يعني عشان انت اللي طلعتي تتكلمي تبقى انت المعصومة وكل الناس موصومة؟ طبعا ده ما يصحش ابدا. والموضوع ده استفزني جدا، لان ربنا امرنا بالستر. وانتي المهنة اللي انت فيها بتحلفي وليكي ميثاق وعهد ان انت تستري على الناس، فما بالك انت طلعتي اشعتي فاحشة ضد دينك وضد مبادئ شغلك. ف يعني وتشوفي التعليقات تلاقي الناس كأنهم منفصلين عن الدين. يعني مثلا كواحد بيقول مثلا هي ذكرت أسماء. حتى لو ما ذكرتش أسماء، أنت مش بتغير على مجتمعك؟ ما بتحصل لكش غيرة على مجتمعك؟ طب ما المجتمع فيه كل حاجة، فيه ثقافات مختلفة وفي بيئات مختلفة وفي ظروف مختلفة وفي حاجات كتيرة لا يعلمها إلا الله. واللي موجود ده موجود من قديم الأزل. فانتي لما تطلعي وتعملي بلبلة وتقولي لكل زوج يروح يعمل، ليه انت شايفة المجتمع كله كده من حالات جاتلك في المستشفى؟ طب ما هي الحالات دي هتروح فين؟ الحالات دي هتيجي عندك في المستشفى، لكن مش كل الناس جم عندك في المستشفى. فرجاء من كل حد يشيع فاحشة أو حد يعلق بجملة أو بتعليق آه، في جهل بيسيء للمجتمع كله. يعني ما واحد يقول هي ما ذكرتش أسماء، طب ومجتمعك؟ مجتمعك ده أنت مش بتغير عليه؟ مالكش غير على المجتمع اللي أنت عايش فيه لما يتوصم بالعار؟ وأنا أسفة جدا جدا إن أنا عملت فيديو زي ده، لأنه مستفزني جدا جدا. ويا رب اهدي الأحوال ويعني يهديها الأخت اللي اتكلمت في الكلام ده وبتقول إن جوزها اتصل بيها عشان يشوف أعصابها من الموضوع ده، وان أعصابها منهارة وأعصابها معرفش إيه. ليه المفاجأة اللي انت اتفاجئتي بيها دي؟ هو انت متربية يعني منفصلة كنت عن المجتمع؟ ما عندكيش أي علم؟ ما عندكيش علم ان المجتمعات كلها من قديم الازل فيها كده؟ ربنا يهدينا جميعا لسواء